هو شفتو راه كيجي مقرمش. يا سلام يا سلام يا سلام. ابلوح انتم الشميسه شفتوها قربت تغرب الله العظيم. لكن السلام عليكم البنات، تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله الفطور ديالنا لنشوبه. غنشارك معكم واحد السر عطاتو لي الوالده صراحه، تيطلع الحوت غزال من بعد فاش شربت الحوت الشرب ولا العاديه. هنا هاد اول سر هو هذا ديال الدقيق كديري فيه التحميره والكمون والملح باش هكا الحوت كيشد هذيك الشرموله. ثاني حاجه الكاسرونه تكون عامره بالزيت باش هكا كتقلي الحوت دغيا وما تيعذبكش. والسر الثالث هو اللي غنشارك معكم دابا. الوالده عطاتو ليا صراحه كيخلي الحوت كيجي مقرمش، ما كتكونش فيه السفوريه. كتاخدي شويه ديال الخل كتحطيه في الكاسرونه ديالك ومن بعد كديري الحوت ديالك كيتقلى، اولا حتى الا درتي كاع الحوت يتقلى يمكن انك تزيدي الخل. صراحه راه كيجي كيصرع الحوت. ايوا ما عرفتش شكون ديال بحالي عزيز عليه انه يغسل المواعين او ميم طون هو كيطيب. انا ما كنحملش انه نخلي المواعين حتى الاخر تيعجبني صراحه. تنغسلهم وهكا ندير الكاسرونه ديالي ديال الحوت كتقلى به فيه. صافي دابا راه غادي نمشي نطلع عليها باش هكا الحوت ما يتحرقش يطيب مزيان وفي نفس الوقت يجي مقرمش. وها هو الحوت ديالنا تبارك الله عطي واحد الريحه يا سلام، ما نعاودش ليكم خصوصا قبل الفطور كيكون الجوع بنادم كيتشهى. رجعت كملت المويلات ديالي باش هكا نبدا في الاكله اللي جايه من ورا لنشوبه. هكا باش تبقى لي الكوزينه يعني نقيه وكنعرف شنو كندير. الحوت تبارك الله هو شفتو راه كيجي مقرمش ومشهي وساهل دغيا ساليتو تبارك الله، ما خداش معايا وقت بزاف. رديت الحريره حتى هي درت ديال البلبوله ودرت ديال الذره ليا انا، وحتى الاخر ان شاء الله كنزيد ليها الحليب حتى كنبغي نحطها للفطور. شيت المليحه بدا زبيده بلديه والكمون كل واحد شنو عزيز عليه. انا ديك ديال الذره درت فيها شويه ديال البصله. وهذا الطويجين ديالنا ديال العشاء اللي غنرافقوه كذلك مع ديك لانشوبه فيه صدر ديال العدند وشويه الكفته، ودرت ليه بصيله وحط شويه الكفته كنشطلها في الثلاجه وغنوريكم. صافي الطويجين ديالنا من بعد خليته انه يطيب. دابا جيت نصاوب معكم لي كيش، خليكم معايا حتى الاخر. هذه الماكينه راه مزيانه البنات، الا لقيتوها شريوها راه كتشلض، ما تقدريش ديري ديك التشليضه اللي كدير. درت البصله ودرت الفلفله ودرتهم يتشحروا، من بعد زدت لهم المايس، زدت لهم طون البنات داك النوع زوين، درت لهم مايونيز، خلطت كلشي وغادي نبدا نعمر في ليكيش. هاد ليكيش البنات راه فيهم انواع صراحه، هادو شريتهم في كارفور زوينين مرقين وزوينين. المهم من بعد فاش شطفت هادوك ديال ليكيش ديالي بديت كنعمرهم. وهاد الحشوه راه بسيطه وسهله وفي نفس الوقت كتجي بنينه. وباش تجيك اقتصاديه اكثر خديت الحليب مع البيض وبديت كنعمر فيهم ودرت لهم الفرماج. ممكن دير الفرماج ممكن ما ديريش. صافي ودخلتهم الفران، راه البنات كيجيو زوينين. غير جربوهم تيجيو مقرمشين يا سلام. انا بعدا كيعجبوني، اللي كيعجبوه لي كيشوف التعاليق يقولها ليا. هنا راه غادي ندخلهم للفران. يا سلام يا سلام يا سلام. عرفتو راه مقرمشين فيهم واحد الريحه كيش واحد الريحه فيهم يا سلام. يبداو من هنا كيفاش غنستوها الخير. طيبت لي كيش ديالي هاد الطويجين، زدت ليه الزيتون وزدت ليه الحق. ضروري هو تجمد وتشحر، انا كيعجبني الطاجين مجمد قليل خفيف ظريف. وهنا من بعد فاش ساليت الروان ديالي كامل هربت لواحد البلاصه. ابلوح بارك الله. واش بدا ابلوح هذا؟ هو هذا ابلوح ولكن ليس صالحا للفطار. سلام سلام، كديري لاباس عليكم بخير؟ كنتو بخير وعلى خير واحوال جيده. نجي نلقاكم في احسن الاحوال يا رب، في احسن الاحوال يا ربي. جيت نتمشى واحد شويه قبل الفطور. ويلي لا فولا كي داير باش نقاد. صافي هو تقاد واحد شويه
خرجت كانت عندي لافيشور ديال البورطابل تحيدات، مشيت لسقتها، وفي نفس الوقت جيت نتمشى واحد شويه قبل الفطور، غير المشيه مازال وصلنا للجرة، نبداو بعدا بالمشيه ومن تما يحل الله. الجو غزال تبارك الله، والشمس باقي ما غربات. شو هاد النضاضر راه قدامين، هاد ديالي جداد ما عارفين هما. ايوا كيف الحال، كيف الاحوال، كي دايرين مع رمضان صافي لا قرب يخرج. الله يرزقنا بركة يا ربي، والله يتقبل منا صالح الاعمال، الله يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا رب العالمين، واللي يشفي المسلمين اجمعين يا ربي، والله يرحم الاموات يا ربي امين. فدعوة شر. هانتوما الشميسه شفتوها قربت تغرب، الله العظيم الا كنعتو راه مضويه نيت، بقيت كاع كنشوف قدامي. الناس زربانين كلشي غادي باش يفطر، كيدير اوتو ستوب. اي والله يحسن العوان، الله يوصل كل واحد على خير لدارو يا ربي. جلست واحد شويه عييت، عرفتي كنشوف دابا في الكاميرا تيبان لي هاد الفولار حالته بحاله الفيل والغادي الفيل الغادي تالينا. ايوا الى هنا تنتهي حلقتنا. نتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم يا ربي. من الكوزيله للزنق، الا ما هربتيش ما غاديش تستافدي شويه من المشيه قبل الفطور، وحتى من ورا الفطور المشيه زوينه وكنصحكم بها، كترفع هرمونات السعاده، هرمون الاندروفين، وكتخلي الواحد انه يعني يحرق هذوك السعرات. تبارك الله مستعمل، ما كاين غير العواصر والبريات والشبكيه. ايوا دابا كان نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد واحد اخر. دمتم في رعايه الله.